ودي كانت اهم نقطة انا اتعلمتها في تخزين الطماطم، اني لازم ادهن الاكياس بزيت علشان لما احطها فوق بعض في الفريزر بتلزق وعلى بعض كده قبل اي حاجة قلة تفاعلكم بتخلي المنشورات بتاعتي او الفيديوهات بتاعتي ما توصل. لازم تقدروا تعبي ومجهودي. اعملي لايك وشير بقى للفيديو، ويلا بقى عشان ما اطولش عليكم يلا نشوف الفيديو مع بعض. النهارده بقى ايه، بعد صلاة الجمعة الشمس كانت حلوة وقعدت على السطوح بقى وقلت خلاص هعمل شوية الطماطم اللي عندي دول. يعني نص قفص الطماطم، مش عارفة يجوا كام، ممكن يجوا مثلا 10 كيلو. رحت قلت بقى ايه هغسلهم غسلة حلوة كده علشان اعملهم صلصة. هعمل لكم احلى طريقة صلصة ممكن تعملوها. يعني بصوا الطريقة دي ما فيش اي حد ما يختلفش عليها اتنين زي ما بيقولوا. يعني هعملها وان شاء الله تعملوها وهتدعوا لي. اهم حاجه ان احنا نغسلها كويس جدا، وكل ما الميه تتوسخ لازم نغيرها ونحط ميه غيرها. يعني كل حبه كده ممكن، يعني طبعا كانت كلها تراب وكده، فكل ما توسخ كنت بعملها بميه نظيفه. يعني بجيب شويه ميه نظيفه تاني ولازم هغسلها فيه. دي اهم حاجه ان الطماطم بتاعتنا تبقى مغسوله كويس جدا. والمهم بقى ايه، جهزت الحله الكبيره زي ما قلت لكم، وهبتدي ان انا اغسلهم كلهم، اغسل كل الكميه. هاتوا مثلا من 6 كيلو طالع، يعني ما تجيبوش اقل، لان بيبقى اهي النار شغاله بالمره زي ما بيقولوا، اللي هو ايه بالمره انت مشغله البوتاجاز، فاعملي الصلصه بالمره وخزني بالمره يعني، وكل حاجه تبقى ايه مره واحده بدل ما تعملي مره واثنين وثلاثه. هاتي مثلا 6 كيلو او 8 10 كيلو وفرزيهم. طبعا بتبقى سهله جدا جدا لما بنيجي نعمل اي اكله، طاجن بطاطس، اي اكل محتاج صلصه تضربيها في الخلاط، او اي اكله محتاجه طماطم، فدي بتكون سهله علينا جدا. يعني بنكون يعني بصوا اللي هو حتى يعني لما ممكن مثلا انا اكسل اعمل صينيه بطاطس او اعمل اي حاجه او اعمل محشي. طبعا يعني اهم حاجه المحشي، ممكن اكسل ان انا اعمله، لكن طبعا لان بيكون عندي الصلصه جاهزه، فممكن اطلع كيس وفي ثانيه تلاقيني عملت البصله وفكيت الكيس وحطيته في ثانيه. اللي عندهم مايكرويف يفكوه فيه برضو في اقل من ثانيه. انا بطلعه وببقى عارفه مثلا هعمل اطلع الكيس واحطه في اي حاجه اعملها افكه فيها، وبيبقى عندي الحاجه جاهزه وما بكسلش. غسلت الطماطم، شايفين شكلها تحفه وحمرة جدا وشكلها حلو جدا. هقطعها بقى 4 ترباع كده، يعني هعملها بالسكينة 4 ترباع، وممكن لو صغيرة ممكن تعملوها نصين او اي حاجة كده كده يعني مش بتفرق سواء نصين او 4 ترباع. انا بحطها في الخلاط بعد ما بتتعمل يعني، وكله بيتضرب وما بيبقاش فيه فرق. فقطعوها كلها طبعا في الحلة دي. انا في العادة لما باجي، يعني العادي بتاعي لما بجيب قفص طماطم كامل بعمله على حلتين. الحلة دي هي ممكن باينة ليكم ان هي صغيرة لكن هي كبيرة، يعني هي دي اكبر حله في الطقم. يعني ممكن مثلا تشيل بطتين الحله اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل فيها مثلا، هتشوفوا اصلا ان هي هتشيل ما شاء الله، هتشيل يعني كميه الطماطم كلها. هشيل بس منهم شويه علشان الاستخدام مثلا سلطه او اي حاجه، ولكن الباقي كله هعمله وافرزه. اليومين دول الطماطم حلوه، يعني بشوف في السوق طماطم حلوه جدا، فعشان كده بقى ايه فرزه. يعني اللي طالع طبعا من الطماطم ده اللي بيبقى فيه عنق اسود مثلا او حته سودا كده، فبشيلها وما ينفعش طبعا احطها مع الصلصه. بالطريقه دي خدوا بالكم هتخزنوها وهتقعد معاكم شهور وسنين. يعني هتقعد شهور وسنين طويله كمان. يعني انا بحطه في الفريزر وبخليه كتير جدا، لان انا استخدامي في الصلصه قليل. هرفعها بقى على النار، هعلي البوتاجاز كده واحط عليهم شويه سكر بس كماده حافظه. وهعمل، خدوا بالكم لو الطماطم ما كانتش لونها احمر ممكن نحط عليها حته بنجر، او ممكن نطلع الكيس ونحط عليه كيس صلصه واحنا هنسوي الحاجه، يعني نحط عليه كيس صلصه صغير. بسيبها ممكن حوالي ساعة الا ربع مثلا تستوي. ده كان شكلها بعد ما سويت. انا رحت مشوار ورجعت بقى وقلت ايه اكمل. يعني انا سبتها وبعد ما طفيت عليها وسبتها حوالي 4 أو 5 ساعات وبعدين رجعت. المهم طبق هنصفي فيه، والمصفى والخلاط جنبك والحلة جنبك، هنضرب في الخلاط ونصفي بالمصفى دي. لازم نصفي البذر والقشر بيبقوا طالعين كده، لازم نصفيهم. بملى كده يعني، بصوا بحطه في الخلاط زي ما انتوا شايفين، ايد على الخلاط وايد بصفي بيها الطماطم. يعني انا سبتها فتره برضو كانت لسه سخنه. المهم هكيس بقى في اكياس، هبتدي ان انا اكيس بقى في اكياس تلاجة او في الاكياس اللي انتوا تحبوها، بس اكياس التلاجة طبعا احسن طريقه.
ولازم نحط عليها يعني لو عايزين تحطوا بنجر حطوا، انا حابه لونها كده عادي. ممكن احط كيس صلصه او معلقه صلصه طماطم لما باجي اطبخها بيبقى لونها احمر خالص. المهم بقى ايه، هنملى الاكياس وهنخزن في كل اللي انتوا عايزين تعملوه. ممكن تاخدوا شويه بقى تعملوهم بخل، ممكن تعملوهم يعني تعملوهم للفته، ممكن تاخدوا شويه تعملوهم مثلا تقلوا ليه عشان تعملوا مثلا محشي او اي حاجه. المهم انا بقى هعملها كده وعادي يعني بيبقى سهل طالما عندي الصلصه. هخلص طبعا كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقه، ولازم طبعا نصفيها. الأهم من ده كله ان احنا لازم ندهن الاكياس زيت علشان نعرف نطلعها بكل سهولة من الفريزر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش تدعموني واستنوا بقى في باقي الفيديوهات ان شاء الله.